ارتبت يومك بزودك وابد راسك ما حميت تنفر وروح فدوى وابد بنت ما رميت وبكت من سيفك جحافل يا شهمي ما بكيت. هذا ابو حجاج واحد عشان ما يعرف وفي مسك الختام لبذرة الود والمحبة والسلام تنظيم كاس العالم العشر مصطفى إلى بر الأمام أو ينهي المباراة إلى بر الأمام. قتالية عالية جدا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. شنو رأيك بالرياضة على مستوى النجح؟ احنا نحكي بصراحة عبارة حقيقة يعني كرة القدم في المناظرة وبالخصوص هذه الملاعب ملاعب الرجاء نشاهد فيها منافسة حقيقية، كرة قدم حقيقية، تنظيم عالي، جمهور، أداء، بدأت الرياضة تتطور بين فترة وأخرى. أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. التوفيق إن شاء الله دائما إن شاء الله. ممنون. واحد على رأس أستاذ عبد الله طبعا. الله يسلمك. حيدر مارسلين. انا وانتم نرحب بجميع الساده الضيوف ومرحبا بمقدمه الكريم المصور الرائع والمبدع احمد قمر والارقام. حديثنا يستمر وتبقى النتيجه عبر يا سلام هذا اللاعب البهاري اللي وصل الى مسك الختام ولن يتمنى النعمات تبقى عالقه بالاذهان. حجي اكيد ونقول هلا وكل الهلا وحتى الهلا يقول لكم هلا هنا في هذه الاجواء وهذه السهره الكرويه في يوم الاربعاء. لكن مثل عن هذا الكلام البطوله الشباب لكن شوف مرتده تيكي تاكا راح مر يحتاج الى مسانده ممكن عرضيه ممكن لكن تاخر والكره تقطع من امامه. شاهد حيدر مارسيلو والتوجيهات الكرة تمشي لمرتدة تيكي تاكا يا عيني على كرة لكنها تطول. من سيبتسم من سيغني من سيقول اهلا ومرحبا بمقدمه الكريم الداعم الرسمي للشباب الرياضة في محافظة النجف الاشرف. حييتم اهلا ونزلتم سهلا هنا في ملعب المباراة. كما رحب ايضا بالاخ العزيز الاستاذ مع الاستاذ اياد الزوفي الاستاذ حسين ناصر. فاهلا بالجميع في هذه المباراه. 0-0 يا من يتتبع المباراه لكن الممثل للنجف الاصفر امين جيل الكره في مكان روعه روعه روعه. الكل يوم امس تالم الكل يوم امس تالم بخساره منتخب على الثقه والحضور الرسمي والشعبي. الكره تصل تسويبه حارس المرمى رائع الان يتالق. كره القدم تصل كره من جديد امين جاسوس
1-0 حارس مرمى عندها الاسبوع هو دقائق وجرس النبض ما سيبتسم لكن مرة يعدي يا سلام الله انت من انت جول مشروع جول هذا ضيوف يمكن ان تشاهد ويمكن ان تندم على يا ولد اي ردة فعل صعبة الكرة الى الركنية صعباء المناظرة وفي مسك الختام لبطولة الود والمحبة والسلام تنظيم 10/10 مصطفى سالم الحجي هنا في هذا الملعب الكبير والياسمين من مدينة العنبر تلوث علي ليس ذاك لنا لوحات فنية للشباب والرياضة من ملاعب ومن تهيئة الملاعب وملعب فريق واستقبل المناظرة سيف الشيبان معلوماتنا دائما وابدا تكون الله الثاني كان مش ممكن هذه والجول لا 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 يا روعة يا روعة شوف الاصفر شلون هذا هو الفريق اللي دائما وابدا يلعب على البطولات لديهم 7 ألقاب في هذا العام ونتمنى لهم مزيد الله ان يوفق دائما وابدا بالصافر قوات الملاعب يمسك الكرة لكن شوف الله رائعة جدا من العندليب الاسمراني شوف الكرة يا سلام على الواقع الايسر استلام ثالث جول مش ممكن سافرت مصطفى سلامات ان شاء الله شوف الجماهير المتواجدة اي روح يعطيك من اجل العودة والجديد لصالح رضا يلعب الكرة عن طريق مهدي وافق هل وافق الخطوة يمشي ملكا مهدي وافق من اجل ان يحتفظ كرة تعود خير وسيلة دفاع الهجوم المرتدة الكونتر اتاك الثالث للنجف معناها حسم الامور معناها الكاس والخطأ حاضر الراس الاسعاد ممكن هذه مرتضى لكن اي دفاع يمتلكون واي عناصر يمتلكون الشوط الثاني رائع اي تركيز تصويبه لا يا حبيبي استعاد الكرة راح استعادة الكرة من جديد للمشحال هل يقلصون الفارق اي سرعة الصافرة والخطأ حاضر لكم ايها الاحبه الكرام لا يسعنا ان نشكر الداعم لهذه البطولة الاستاذ المحترم اياد الزرفي قائم مقام المناظرة الاستاذ خالد عبد محمد